أنهى نادي الزمالك استعداده لمباراة غدا أمام نادي سموحة في الجولة الأخيرة في المجموعات في بطولة كأس العاصمة الإدارية. الزمالك حاليا في المركز الرابع أو قبل الأخير برصيد نقطتين، أمله إنه يكسب مباراة غدا أمام نادي سموحة، وإن فيوتشر والجونة يتعادلوا مع بعض، وبكده هيبقى كلهم 5 نقط. ولو الزمالك كسب بفرق أهداف بكرة هيتأهل مع نادي بتروجيت صاحب المركز الأول برصيد 12 نقطة. طبعا أنا كزملكاوي مش فارق معايا البطولة دي سواء اتأهلنا أو لأ، لأن أنت في الأول وفي الآخر معمولة لك البطولة ديت كنادي كبير إن أنت تجرب الصف التاني والتالت من اللعيبة بتاعتك، وفي نفس الوقت الأندية الصغيرة وأندية الشركات يبقى بالنسبة لها دي بطولة بدل ما تطلع من الموسم إيديها فاضية. عموما نتمنى التوفيق للزمالك غدا. كلام خارج من جوه نادي الزمالك إن عقد محمد عواد في اتجاه كبير لتعديله. محمد عواد ماضي للزمالك 3 سنين الموسم ده وموسمين كمان، أول موسم 6 مليون، تاني موسم 7 مليون، تالت موسم 8 مليون، في التلات مواسم 21 مليون. ومحمد عواد من النوع اللي ما بيفتعلش مشاكل وبيتدرب بشكل كويس وبيأدي بشكل كويس، وغير كده الكل مبسوط منه، وغير كده يعتبر واحد من قادة الفريق. علشان كده في اتجاه كبير لتعديل عقده وتكبيره، خصوصا ان اللاعب نفسه تنازل عن قيمة كبيرة جدا بعد ما كان اخر موسم ليه مع الزمالك بياخد حوالي 18 مليون، ساهم انه يخليهم 7 مليون اللي هو يعني اقل من 50% من عقده. على اي حال من الاحوال نتمنى التوفيق لمحمد عواد ولمحمد صبحي ولكل حراس الفريق في الفترة المقبلة. عرفنا طبعا ان ناصر ماهر يعني في الفترة الأخيرة كان في مشاكل منه كتير وما كانش على المستوى المطلوب منه، وطبعا في المباراة الأخيرة تم استبعاده بسبب اعتراضه على المدير الفني. الحقيقة إن ناصر ماهر لما قعد مع كابتن حسين لبيب اشتكى إنه بقاله فترة ما بيلعبش في مركزه، وإن المدير الفني الجديد مستر جوزيه بيسيرو بيديله مهام غريبة عليه، وإنه حاسس إن مش ده دوره في الملعب وبيطلب منه حاجات كتير، وغير كده بيتعجز بطريقة اللعب الجديدة بتاعت مستر جوزيه بيسيرو، بحيث انه مش لاقي الدعم الكافي من زمايله. وطبعا كابتن حسين لبيب قعد معاه واقنعه ان هو لازم يعتذر للمدير الفني، وطبعا شيكابالا قاد حملة الصلح بين اللاعب والمدير الفني، واللاعب ان شاء الله هيكون في حسابات الفريق في مباراة غد، ونتمنى التوفيق. ناس بتتكلم على مفاوضات نادي الزمالك مع لاعب الاهلي السابق اللاعب محمد شريف. طبعا انا عارف ان الكلام ده صحيح، في فعلا مفاوضات والاستاذ ممدوح عباس هو اللي بيقود المفاوضات دي. تسألني عن رأيي الشخصي، الصفقة ديت سواء كانت صفقة فنية او صفقة مكايدة هتبقى صفقة فاشلة. فنيا مش هيفيد الزمالك في حاجة، وكمكايدة برضو مش هيفيد الزمالك في حاجة، لان انت مش واخده من الاهلي مباشر. انت لو عايز تعمل مكايدة ممكن تاخد لعيب من اللي عقودهم بتنتهي مع الاهلي بنهاية هذا الموسم، ودي فعلا هيبقى اسمها مكايدة، خصوصا ان النادي الاهلي بيسعى لتجديد عقود اللعيبة دي، واللعيبة هما اللي رافضين، فبالتالي هي دي اللي هيبقى اسمها مكايدة لو تمت فعلا. اما لو هتجيب لاعب سبق ليه اللعب في الاهلي من فترة والاهلي اصلا مش عايزه، فدي مسمهاش مكايدة. بنسبة كبيرة جدا تتخطى 90% مستر جوزيه بيسيرو مش موجود مع نادي الزمالك في نهاية هذا الموسم، والخلاف حاليا هو يمشي دلوقتي ولا يمشي في نهاية الموسم. في ناس شايفة ان نلحق نمشيه دلوقتي علشان احنا لسه في ايدينا بطولتين، بطولة الدوري وبطولة كاس مصر، وفي ناس بتقول لا خليه لنهاية هذا الموسم عشان ما نخسرش شرط جزائي وكلام من دوت، وكمان يبقى المدرب خد فرصته كاملة. ولكن الاستقرار الأكيد من بين جميع أعضاء اللجنة الفنية ومجلس الإدارة إن مستر جوزيه بيسيرو مش هيكون موجود في نهاية هذا الموسم. في كلام كتير على مدربين كتير،
ومن ضمن الكلام على مستر كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك سابقا، خصوصا ان النادي الايراني اعلن فسخ التعاقد معاه من حوالي 24 ساعة. ومن المعروف ان المدير الفني دوت ما بيفسخش تعاقده مع اي نادي او ما بيقدمش استقالته من اي نادي غير لما يبقى في ايده عرض. ففي ناس كتير ربطت قالت يبقى اكيد في عرض من نادي الزمالك، عشان كده هو فسخ تعاقده. عموما كل حاجة هتبان في الفترات المقبلة. اللي انا متأكد منه ان كابتن احمد حسام ميدو مش هيكون ليه دور في اختيار المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، لان كابتن احمد حسام ميدو بمفرده هو اللي اختار مستر جوزيه بيسيرو اللي قدم مستويات غير مرغوب